مساء الخير، مساء النور مستمعي إذاعة تطاوين. طبعا في هذا اللقاء الحصري مع فنان، مع مطرب غاب سنوات، هو وقت ما كان طبعا في الاستوديو ولو كل ما قدم جديد إلا ويضرب ويعمل عدد من المتابعين كبير برشا. غنى فأطرب ومول فألهم، عنده جمهور عريض على مستوى لبنان، في سوريا، على مستوى أيضا الوطن العربي، عنده حتى في إفريقيا أيضا، في المغرب. الفنان المطرب نعيم الشيخ اللي معنا مباشرة في استوديو المايسترو صبحي محمد الليلة. نعيم، مساء النور. مساء النور بيك وبحضرتك وبجميع السادة المستمعين. أهلا وسهلا بيك. شنو هالغيبة هذه؟ 7 سنوات من الغيبة، أكيد عندها أسبابها، أكيد ممكن الإنسان أحيانا بينه وبين ذاته بعد النجاحات، سلسلة النجاحات المتكررة، هكا يحب يبعد شوية حتى يشوف أنه الجمهور فقدك. لا، هل أنه الغياب كان قلة الموارد المالية، فمش فلوس، وإلا شنو؟ علاش صار غياب؟ هو صار غياب بس راجع على شنو؟ يعني نحن موجودين، رجعنا طبعا. رجعنا. أي يعني كأنك ما تحبش تصرح على سبب الغياب. أي خلص رجعنا وبس. واضح. رجعت بموال. الموال نجح المرة الأولى، كررتوا الفكرة، موال ثاني نجح زيادة، الموال الثاني بعدها أيضا موال ثالث، صارت القصة مواويل. لأنه جمهوري كله بيحب المواويل. أي لأنه نبرة الصوت والخامة الصوت اللي عندك ممكن تشد الجمهور أكثر في الموال، في الغناء الحزين. جمهوري بيعشق المواويل اللي أنا بغنيها، واللون خاصة. أنا باش أركز شوي على اللون. أنا هلأ عندي لون، اللون الحزين. أنا عندي لون مميز. أي حتى اللي أنا بأديه ما حدا قادر يأديه. علاش؟ الأداء واللون اللي أنا بغنيه. أي لكن فما شكون يقلدك تماما هيك. يعني ما حدا قادر انه يقلدني. هلا في بيقلدوا كثير، بس انه ما حدا قادر يجيبه نفسه. الاوريجينال الاصلي يبقى. تماما. هذا هو. خلينا نرجع شويه لحمص ونرجع شويه للبدايات، لانه نعرف بدايتك كانت في لبنان، اشعاعك الكبير كان في لبنان. بعد هذا الاشعاع انعكست شويه على سوريا، ولو يعرفوك في سوريا. سوريا بلدي. انت عملتها بطريقه عكسيه. سوريا بلدي طبعا، وحمص. سوريا بلدي وانا ما بتخلى عن سوريا، وحمص مدينتي، يعني حمص مسقط رأسي. نعم. الفنانين السوريين كلهم انتقلوا على لبنان، فما ظل فنانين بسوريا. اي انت كنت ضمن هذه الموجة، طبعا. موجة الفنانين. انا ظليت بسوريا وصرت اطلع من سوريا على لبنان، يعني اتردد من لبنان على سوريا ومن سوريا على لبنان. لكن فما سؤال تطرح في سوريا، سؤال: هذا الفنان ناجح برشا في لبنان، من وين هذا الفنان؟ سوري. السوريين يسألوا وقت نجاح. انا ذكر نرجع شويه راهو سنوات ماضيه. صح الان. صح صح. يعني الضربه القويه، الضربه الكبيره كانت من لبنان، الاشعاع الكبير. انا كنت اعمل حفلات بلبنان، يجوا سوريين يسالوني انه نحن بدنا ناخذك على سوريا، اقول له انا سوري، انا سوري من حمص. هذه هي الفكرة. أنا حبيت أني نوصلها حتى للسادة المستمعين الليلة، أنه صحيح الإنسان ينجح، صحيح الإنسان أحيانا يعمل مجهود كبير أنه في بلده يحب ينجح، أحيانا ما ينجحش، لكن كي ينجح البرة الصورة هذه أو المكانة الكبيرة اللي هو حققها تعطي انعكاس إيجابي لبلاده وصورة حلوة. هلا الحمد لله نحن عندنا المحبة من رب العالمين، بس يعني إننا محبين بسوريا وإننا محبين بالوطن العربي كله. وهذا اللون الحزين اللي تغنيه، هل أنك متأثر بشيء ما، وإلا أنه حسيت أنه هذا اللون يتماشى معك؟ أنا ما غنيت هذا اللون إلا لأني أنا بعشقه. ولو خرجناك من هذا اللون كمان بغني، تغني لنا زوري. هلا أنا ما فيني، يعني ما بطلع برات لوني، بس إذا طلب مني، إذا شيء أنا طربي، إذا شيء أنا بعرفه، يعني أوقات أنا بقعد بالسيارة أو بالبيت وسمع، إذا سمعت طربي وعجبني النغم بحفظه، إذا طلب مني بغني منه شوي. مثلا طلب منك الآن أنك تغني طربي الآن، ماذا؟ بغني، ما عندي مشكلة. لماذا ستجود به؟ نسمع. يعني أنا بسمع أنه
قدك المياس يا عمري. يلا سمعنا. بس انا ماني حافظه مزبوط يعني. يلا مع بعض يلا، ومع طبعا المجموعه اللي موجودين، المايسترو موجود يعطينا الاشاره من عنده. كمان بسمع يعني اغاني قديمه تراث عندنا نحن، مثلا فوق النخل فوق يابا انا فوق النخل فوق والله ما اريد باليني بلوى. ايوه طلع الصوت. بده يطلع الصوت. نرجع شوي لاغانيك انت واللي نجحت بيهم وعملوا اشعاع كبير. اي اغنيه تعتبرها اغنيه الحظ بالنسبه لنعيم؟ هلق انا الاغنيه اللي بحبها اكثر شيء هي اغنيه تحت الدوالي. حسيتها ضربت معك برشا. اي يعني حتى كمان بأديها انا احلى شيء. عاطي منك احساس. اي احساس كامل يعني. اي يلا شويه منها. واذكر تحت الدوالي يوم سيرنا الليالي اعطيتك عهد يا الغالي حبك والله مجنني والله مجنني والله مجنني يا غالي. الله الله يسلم هالصوت. بين الموال وما بين الأغنية أيضا الحزينة اللي أنت تعرفت بها وتشهرت بها، فما أيضا شاسع فرق، لأنك أنت عندك الموال يطلبوا فيك حتى في حفلاتك توا، حتى في لبنان الموال ديما حتى تغني أول حاجة موال. يحبوا الموال. أنا بيعشقوا الموال. تتفنن فيه. يعني مثل عتبان قلبي على البشار عتبان 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 قلبي على البشار عتبان حتى على الحجر عتبان على لحظة وفاء 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 يا غوالي ضاعت وياكم هدير. الله الله. الله يخلي هالصوت، وان شاء الله ايضا الحصري والجديد ان شاء الله الفتره هذه القادمه فما اغنيه، فما مشروع اغنيه ان شاء الله هي في الكواليس تسمع حاليا ان شاء الله. الاغنيه هذه قررتوا امتى تنزلوها ولا مازال؟ والله قررنا على اساس انه بهالفتره هي تنزل الفتره القادمه ان شاء الله. لانه دائما الفنان يفكر بالمواعيد، يفكر بعيد الحب، يفكر بالصيف، يفكر يختار مناسبه معينه، ولا انت وقت معين جهزت الأغنية نزلت؟ خلاص جهزت الأغنية نزلت على السوق، لازم هالشعب وحقوق المزوق يسمع وينبسط. نحكيو شوي على الفنان وقت لي انه ينتج اغنيه، فما ايضا التلحين، فما التوزيع، فما الاستوديو، فما الكلام، فما اغنيه هي بشكل اغنيه كامله فيها فريق كامل وراها. هل انه الاغنيه كي تنزل وتتسرب قبل ما انت تحدد الموعد هذه تعتبره عادي جدا، ولا عمليه القرصنه عموما وحفاظا على حقوق؟ هلا الشيء الحلو كل الناس بتطالب انه ينزل، لانه الا ما يتسرب منه ينسمع. وقت اللي انا بسمع انه ليش ما نزلت اغنيتك الجديده اللي عملتها معناتها مسربه وعاجبه الجمهور، لازم تنزل هي مع التسريب. اي طبعا. واكيد هو انا هلا يعني انا بأدي الاغنيه بالاستوديو عند الاستاذ صبحي محمد. صبحي محمد انا باخذ رايه، وكمان في ابن عمي مدير اعمالي كمان انا باخذ رايه، يعني كلياتنا بنتداول الراي بين بعضنا انه لازم تنزل هلا بننزل، ما لازم تنزل ما بننزل. تو عندك نجاح، عندك اسم ما شاء الله، لكن انت شنو سبب ممكن الشهرة جت مؤخرة شوية؟ حسينا انه كان من المفروض مكانتك تكون اكبر من المكانة الحالية اللي انت فيها، هذا يراجع لاسباب معينة ولا تقصير منك انت بالذات؟ هلا صراحة ما عندي جواب. لا اكيد فما جواب.
بما أنه نجاحك في الفترات هذه الأخيرة كان في لبنان، بعدها في سوريا، بعدها في المغرب، في دول عربية، في بلاد في إفريقيا أيضا، وعندكم حفلة إن شاء الله قريبا ماشي لأبيجان إن شاء الله موفقين فيها إن شاء الله، ومجموعة هي إن شاء الله من الحفلات في الفترات القادمة. لكن كي مثال نرجع شوية للسؤال. نعم. تأخير الشهرة، نعرف برشا فنانين نزل أغنية ينجح، سنجل ينجح. نعيم الشيخ نزل أغنية، هذا إن شاء الله كل شيء خسرنا فيه. على ما تحبش ترجع إلى لا أنا ما بحب للوراء، بحب إلى الأمام. ما هو الماضي نبنوا عليه الحاضر، والحاضر نبنوا عليه المستقبل. هلا أنا أكره الماضي. علاش؟ لأن فيه شخص معين؟ لا، أكره الماضي وبس. علاش؟ هلا ما عندي جواب، خلاص أكره الماضي وبس. لا، ما هو الماضي أنا أحب الحاضر. تحب تعيش لحظتك الحالية، اللحظة والحاضر. واضح. والاسم المتداول توا في معظم الأغاني فما اسم معين دائما متداول، الاسم هذا عنده قصة وأكثر من مرة أيضا التراوغ وما تحبش تجاوب، تحب تحتفظ بالإجابة لوحدك. هل إنه لأنه أسئلة متعددة ومتكررة تدور في بال المتابعين والكل. طبعا لك الحرية أنك تجاوب ولا ما تجاوبش، هذا يرجع لك أنت، لكن هي نقطة استفهام. إلى متى ستتواصل هذه نقطة الاستفهام؟ إلى أن يحين اعتزال نعيم الشيخ. وقتها بصرح. قطعت عهد على نفسك يعني؟ وقتها بصرح وبعتزل. لمح شوي وما تجاوب. علاش ما تلمحش؟ تلميح. من هي؟ لهون وبس. من سوريا؟ لهون وبس. لهون وبس. إيه، من سوريا. مؤكد. واضح. ما أشوف الفنان أحيانا يستمد قوته من شيء معين، أحيانا ممكن من ذكريات طفولة يستمد قوته، أحيانا من الناس المدعمين اللي حواليه، مثال أنت من مدير أعمالك، من صبحي، من المجموعة اللي معاك تستمد قوتك، وأيضا من جمهورك اللي هو دعمك دعم كبير. بالنسبة لنعيم، نعم، وقتاش تحس روحك تسلطنت قمة السلطنة؟ هلا المسرح بده رياحة نفسية أهم شيء، ومو كل فنان بيطلع على المسرح لازم يكون مرتاح نفسيا، لا، في حفلات مع الفنان بتنجح وفي حفلات ما بتنجح بسبب الرياحة النفسية فقط. أكثر حاجة تزعل نعيم، تغشك أكثر حاجة إذا وأنا على المسرح، إذا يعني طلعت على شيء أو أمرت شيء وما صار، خلص انتزعت الحفلة كلها. أمر واحد حسيت أنك كنت في مزاج صرت بمزاج ثاني. تمام. من الناس ممكن اللي خذلوك، هل هناك من أهل الفن ناس خذلوك؟ ما بتكل أحد لحتى يخذلني. لا إيد واحدة ما تصفقش. ما بتكل أحد بعيد عني، بتكل على القريب مني أنا. لا فمش على حوالي بس ما حدا خذلني، لا، لأنك ما قصدت حد. لا 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 لا، ما اعتمد على ذاتك. نعم. الشهرة هذه شكون اللي كان وراها؟ نعيم؟ رب العالمين ونعم بالله. إذا قال للشيء كن فيكون. طبعا هذا خلاص، هذا إيه، لكن الشهرة هذه في أصوات حلوة كثير بالعالم وللأسف ما هو المشهورين. إيه، وفي أصوات سيئة كثير بالعالم ويا للأسف منجمين. فهذا الشيء كله بأمر الله عز وجل. اي لكن انت حاليا رغم نجاحك ورغم شهرتك ورغم الاسم اللي انت صنعته مازال هناك تقصير. هلا ان شاء الله بالايام القادمه اعلاميا انت مقصر في حق ذاتك. ان شاء الله بالايام القادمه، الايام القادمه كل شيء تقصير صار. هل انت بخيل؟ انا بقول عن نفسي لا، الحمد لله. اي يعني انا حاتم اثنين. لا اي على عيني وعلى راسي. انا حاتم اثنين. بخيل على اعمالك اعلاميا. به خلينا نوضح لك الفكره اكثر شوي. لا بهيك شيء في شوي احسن، ما ثماش احسن من الصراحه والصدق. الفنان اذا ما تفعل الاغنيه واذا ما اعلاميا وتلفزات واذاعات ومجلات وغيرها يدعى
مش انها بس توصل لكل الوطن العربي والبرا وبلاد الاقطار. هلا انا ما بحب مالي مراقب المقابلات. انت اصلا ضد التكنولوجيا لانك حتى التليفون ما عندكش تليفون. ضد التكنولوجيا. فنان يعيش من غير تكنولوجيا في وقتنا في 2017 احنا حاليا؟ اكيد لا. اي اكيد لا. لازم تغيير. حلوه التكنولوجيا. أي. حلو التقدم. الواحد بيمشي لقدام لا بيرجع لورا. كلامك جميل، مش لقدام. نغيره. يعني فما تغيير ان شاء الله. هلا ان شاء الله باذن الله تعالى. تحت الاداره طبعا. هلا راح نحكي بصوت احمدي. باذن الله تعالى كل شيء راح اللي نحن مقصرين فيه راح يصير وتشوفوه، وباذن الله تعالى راح ينتشر اكثر، واي تقصير كان سابقا مجددا راح نغطي للتقصير. من ينافس نعيم الشيخ من الاصوات السوريه؟ لا احد. هذه كلها ثقه؟ ثقه عمياء. لا احد. كخامة ولون نعيم. اي كلونك. كلون نعيم لا احد. به. هل جاك اقتراحات انك تغني ديو؟ ولا فكرة عرضوا رفضت. رفضت. علاش؟ الصوت اقل؟ ما حسيت نفسك انك هلا اذا قدراته اكثر من قدراتي فحنيتي انا اكثر من حنيته، واذا حنيته اكثر من حنيتي قدراتي اقوى من قدراته. هو بالاحرى هي حنيتها اكثر يعني بالاحرى. هلا ان كانه لا نحكيوا عليها هي يعني ديو. ذكر ولا انثى؟ لا انثى. انعرض علي بس انا رفضت. ما بحب. علاش رفضت؟ ما بحب. انا بحب جمهوري. انت هل انه الفنانه هذه ما تحبش انها تنجح على حسابك انت على اسمك؟ لا بحبهم كلهم ينجحوا. اي كله ينجح، بس بحب جمهوري انا يعني يكون بس إلي انا. اناني في حبك لجمهورك طبعا. بس إلي انا بحب يزداد جمهوري، بس ما بحب حدا ياخذ من جمهوري. اي اذا باهي جمهورك ينجم مثال انه يحب مثال نعيم، يحب حسام، يحب نعيم، يحب وفيق، يحب نعيم، يحب الاستاذ والعملاق صباح فخري، عادي. والله انا بحب الكل ما بكره حدا. انت تحب الكل. انا بحب الكل. اما الجمهور انت تحب توجهه. انا بحب الكل كلياتهم ما بكره حدا انا. لا بالعكس. اعطينا سكوب الليله. سكوب من عندك حصريا، خبر من عندك لم تصرح به في اي وسيله اعلاميه حصريا. ما فهمت. اعطيني خبر من عندك حصري ما حكيت عليه ولا مره. خبر شو يعني؟ خبر خاص بنعيم الشيخ، مسيرتك الفنيه، اعمالك. نعرفك انك ما تحبش تخوض شويه في حياتك الشخصيه. هذا مؤكد حتى من خلال اجاباتك. كل ما نجول للجانب الشخصي ترجعنا للجهه الثانيه لاسباب معينه يخلينا نرسم نقطه استفهام كبيره. ما عندي خبر. ما عندي. جاك الخبر الان؟ ما عندي ولا اجاني ابدا. لا 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 لا. والا تنتظر في لحظه معينه انك تفتح قلبك. ان شاء الله. ان شاء الله كل شيء وقته حلو. واضح. ان شاء الله اكيد احنا مستنيين وجمهورك اكيد مستني. يلا شنو نسمع منك كختام؟ وانه قلبك حضنه بيت. حبيبي يا حبيبي اشوفك متغير عليا. يا حبيبي اشوفك متغير عليا، وبيني وبينك غابت اشواق العيون. كنت اشوفك بلهفة العشاق، والله انا كنت اشوفك بلهفة العشاق، وتضمني بين ايديك 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 يا حبيبي. الله الله يا نعيم.
شاء الله موفق. ان شاء الله الاغنيه ايضا بمعيه المايسترو صبحي ان شاء الله قريبا. استاذ صبحي بنوجه له تحياتنا، تحياتنا للحاره، المجموعه الكل. حمودي تحياتي لك، المجموعه الكل طبعا الليله اللي موجودين وللشباب اللي بالاستوديو كلهم كمان. والله لو بالامكان نسميهم الكل، يعني نسميهم الكل. يعني هلا انا في شباب تشرفت بمعرفتهم هلا من شوي، فانا ما بعرف اسمائهم. تحياتنا ليهم. هلا انا اللي بعرف الاستاذ صبحي محمد والعريق غياس ابن عمي، اكيد تحياتنا ليه، والحج عصام وعيونك يا بلال وعلي معروف والاستاذ فادي الجراش الله والشباب الطيبين. تحياتنا ليهم، تحياتنا لكم جميع، تحياتنا ليهم، نورتوا الله يخليهم. فما ان شاء الله الحفلات القادمه وقتاش ان شاء الله بتكون بأبيجان؟ ان شاء الله. وقتاش؟ يعني ان شاء الله يوم السبت القادم. السبت القادم باذن الله. وبعدها؟ بعدها على سوريا يعني ان شاء الله. ووقتاش تونس؟ ان شاء الله قريبا، لانه نجاحاتك في المغرب العربي يعني الاسم المغرب العربي كله ان شاء الله باذن الله. الاسم موجود. بانتظارك طبعا في مهرجانات شرفنا فيكم ان شاء الله. ربي يوفقك ان شاء الله. مزيد من الدعم، مزيد ايضا من الاهتمام اكثر بالاعلام، لانه الاعلام صحيح إن شاء الله جانب مهم جدا للفنان حتى يوصلوا المرتبه ما اكبر. اسم كبير، لكن محافظة على هذا الاسم، ما نحبوش تغيب علينا 7 سنين. خلص ان شاء الله. حاضر استمرارية لازم منها ان شاء الله باذن الله. شكرا ان شاء الله. موفق. تحية خلالك لاهالي حمص وسوريا الكل حبيبي انت. وجمهورك ايضا في لبنان وعلى مستوى الوطن العربي. اهلا وسهلا بك، تشرفنا فيك. شكرا.